بصوا كده اهو بشرناه وقطعناه، وادي الميه بتاعته، وندوق بقى ونقول بسم الله. شوف بقى الميه بتاعته عامله ازاي، تبارك الرحمن ما شاء الله، جميله جدا. وادي البشر بتاعه اهو، بصوا بصوا الجمال والحلاوه اهو. وادي اللي احنا قطعناه، وندوق ونقول بسم الله. دي ريحتها جوز هند. ودي كانت طريقتي النهارده في تقطيع الكوكونات، وطبعا فوائده حلو جدا 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 اهو. بص طلعت لي واحده، طلعت لي قد ايه ما شاء الله تبارك الله. اهم حاجه وانتوا بتشتروها رجوها كده زي ما انا ما قلت لكم، عشان تعرفوا ان هي فريش او مش فريش. لو مش فريش وما بتبقاش حلوه، تيجي تعمليها كده تلاقي الميه بتاعتها فضت. انما طالما فيها ميه بتبقى بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. هتاخدي منها احسن لحم. ولو انت هتبشريها اهي. وغير بقى الميه الجميله دي بقى، اتفضلوا معانا. يا رب اكون فدتكم. ما تنسونيش بالدعوه الحلوه واللايك والشير، وانتظروني في فيديو جديد تكات وصفات دندونه. اهي قطعت لكم الكوكونات، ويلا بينا نشوف اتقطعت ازاي. سهل جدا جدا جدا. يلا بينا على الطريقه، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي. مساء الخير متابعيني الكرام، يا رب تكونوا في احسن حال واتم صحه. النهارده بقى انا جايبه لكم هديه جميله جدا جدا جدا، مليانه فيتامينات ومعادن، وهي الكوكونات. كوكونات دي بقى يلا بينا نشوف بتتعمل ازاي، بتتقشر ازاي، ومكوناتها ايه. يلا بينا نشوف. بصوا بقى يا حبايب قلبي، الكوكونات زي ما انتم شايفين كده اهو، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. هي فاكهه استوائيه بتتكون من قشره خشبيه، ثم اللي جوه بقى اللي من الداخل بتبقى لحمها ابيض، بتتاكل طبعا. والميه بتاعتها حلوه جدا جدا، وغنيه بالعناصر الغذائيه من سكريات واحماض امينيه ودهنيه وفيتامينات واملاح ومعادن، وبكده تكون كامله العناصر الغذائيه اللي بتوفرها لجسمنا. غنيه جدا بحمض اليوريك اللي هو بيحسن صحه القلب، دي حاجه عظيمه جدا سبحان الله. والأوعية الدموية، ومصدر جيد جدا للسكريات والأحماض الأمينية زي ما أنا ما قلت، والدهنية والفيتامينات والأملاح. زي إيه بقى؟ زي النحاس والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك والبوتاسيوم. بصوا كل ده سبحان الله. وده طبعا يعني بيلعب دور هام جدا على ضغط الدم بتاعنا. واولا كمان بيحافظ على جهاز الهضمي، دي حاجه. والحاجه التانية كمان بيظبط لي السكر وبيسد لي الشهيه. يعني معنى ذلك ان هي كلها مفيده. هنعمل ايه بقى؟ انا طبعا غسلتها كويس، فهضطر بقى ان انا ايه، بصوا هي ليها ايه تكنيك معين كده اهو. هبتدي كده بالمقص بتاعي اقشر فيها كده. بصوا سهله جدا 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 اهي. وبرضو نفس الحكايه اهو. يعني بصوا هي سهله، وفي نفس الوقت الميه اللي فيها يعني لما تيجوا تشربوها بقى ادعوا لي دعوه حلوه كده من القلب. بس لازم واحنا بنشتريها طبعا من المكان اللي احنا بنجيبه، بصوا سمان الحركه دي، لازم نسمع الحركه دي. لو كده بتبقى وحشه طبعا وما بتبقاش حلوه. دي طبعا بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله، فريش
شايفين الشعيرات دي؟ انا كده عشان ما اطولش عليكم هشيلها كده بالمقص اهو كده اهو. بصوا سهله جدا اهي اهي. بصوا يعني مفيش اسهل من كده اهي. كل اللي انا هعمله ان انا هشطفها اهو خلاص، وهنكحتها طبعا كده اهو. كل اللي انا هعمله هغسلها وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي خلاص انا غسلتها وطبعا اتقشرت، وده بقى ايه شكلها. بصوا عندي هنا 3 عيون، ال3 عيون دول شايفينهم اهو، ادي عين ادي عين ادي عين، دول 3. كل اللي انا محتاجاه مفك. هتغسليه كويس جدا وبعدين هنبتدي ان احنا اهو، لان السكينه ممكن تعورك اهو. وشاكوش نفس الحكايه برضو هنغسله اهو. ونبتدي اهو. بصوا سهله جدا هي، بس مجرد ما دي اتفرغت كده اهي. بصوا سامعين صوت الميه اهي. اهم حاجه وانتي بتشتريها تسمعوا صوت الميه دي. لو ما سمعتيش صوت الميه يبقى هي مش حلوه مش فريش، وبقى لها كتير قوي مركونه اهو. بصي مجرد ما بتعمليها كده سهله جدا اهي. وادي برضو العين التالتة اهي. تمام كده زي الفل. هنجيب بقى حاجة واسعة عندنا كده اهي، وليكن دي. شايفين المية اهي، ونسيبها تصفي المية بتاعتها وارجع لكم تاني. حبايبي خلاص اهي فضت المية بتاعتها تماما. وهنبتدي بقى ايه، طبعا زي ما انا ما قلت لكم لازم تكونوا برضو غاسلين الشاكوش ده. وهنخبط كده بصوا اهو. بصوا ما شاء الله. وصلت بقى سكينه كده اهو واتفتحت معانا اهي. وده شكلها. هنبتدي بقى نقطعها بايه. ممكن ان انتي تعملي كده، يعني انا هحاول اسلكها كده، يعني ممكن تسلكيها كده اهو من هنا. هحاول اسلكها، لو ما عرفتش في طريقه تانية هقول لكم عليها. بصوا هفضل اسلك فيها كده 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 اهو لغايه لما ايه احاول اطلعها اهي. بصوا ما شاء الله طلعت معايا اهي. ودي برضو نفس الحكايه، نحاول برضو ان احنا نسلكها اهو. لو اتكسرت منك كده مفيش منها مشكله اهي. وتحاولي الجزء ده عادي اهو. يعني هنطلعه بالسكينه كده لو هو لازق مثلا ولا حاجه كده. اهي بتطلع بقى بكل سهوله اهي. هي بس عايزه عزم شويه اهي. كوني بس مخليه بالك وانتي بتستخدمي السكينه يعني اهو. انا قطعتها وهي جوه.
العجينة، وده شكلها من بعد ما قطعنا، من بعد ما شلنا منها القلب بتاعها. بصي بقى، عندك طريقتين، ممكن انك انتي تبشريها او تقطعيها. انا هقطعها اهو صوابع صغننه اللي حابب اهي كده. زي ما انتوا شايفين كده اهو. ودوت ممكن ان احنا نبشرها عادي. بصوا هي بتتقشر عموما، يعني انا ممكن اشيل الطبقه ديت عادي اهي بتتقشر معايا، وممكن ان احنا نبشره بس فقط اهو. هبشره وارجع لكم تاني.